هنعمل النهارده صوابع بتنجان طعمها احلى من اي ستريبس كمان بتعملوه. معانا كمان بطاطس كنت عملتها كده في الحلقه اللي فاتت، يعني كسرت كده الدنيا. اول مره تشوفي قناتي معاكم مطبخ اسماء علي. لو عجبك الفيديو متنسينيش لايك وشير واشتراك في القناه. انا كده جبت بتنجانيه زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اقطعها حلقات. بقطعها كده حلقات. طبعا لو جايبه بتنجانتين او حاجه تبداي تقطعيهم كده كلهم حلقات زي ما انتم شايفين. بيبقى حجمها كده متوسط. يعني استحب كده احنا نجيب البتنجان مش مبذر، بس يعني لو قلت مبذر عادي خالص. انا جبت بصراحه واحده طلعت كده واحده طلعت كده، فنقطعها كده صوابع زي صوابع البطاطس بالظبط. زي ما انتم شايفين كده الصباع بيبقى كده مظبوط، حجمه حلو قوي، بيبقى زي صوابع الستريبس كده البانيه اللي احنا بنعملها. زي ما انتم شايفين كده شكلها هو ده. خلاص كده هنقطع الكميه كلها، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. خلاص كده خلصت الكميه كلها. بنبدا نجيب بقى طبق غويط، ونبدا نضيفهم كلهم كده في الطبق، ونرش عليهم بس رشه ملح، رشه ملح صغيره خالص. وبنسيبها كده حوالي ساعه بس تنزل الميه اللي فيها. احنا عاوزينها كده تدبل عشان ما يشربش معانا زيت خالص. قلبها كده تقليبه بالملح ونركنها كده على جنب لمده ساعه. اول ما تنزل الميه هنبدا نحضرها كده مع بعض. تمام كده هبدأ أحضر الخلطة بتاعتي. معايا بيضتين، معايا معلقة كبيرة من الخل عشان الزفارة، معايا التوابل، معايا ملح، معايا بابريكا، معايا كركم، معايا توم باودر، ونص معلقة من الكمون. قلب كده التوابل كلها مع البيض تقليبة كده محترمة. وهبدأ بقى ان انا هنشوف هنعمل ايه بقى في التتبيلة الخرافة دي. هنحط عليها كده دقيق واحدة واحدة كده، معلقة بمعلقة، عشان خاطر القوام ما يتقلش معانا قوي. احنا عاوزين القوام مظبوط، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. زي ما انتم شايفين كده البيضتين يعني ممكن يكون خدوا حوالي نص كوبايه من الدقيق، ومعلقه كده، ومعلقه كمان من النشا. النشا بقى ديت اللي بتعمل لنا القرمشه بتاعه صوابع البتنجان. نقلبها كده تقليبه. خلاص كده انا ظبطت القوام بتاعي زي ما انتم شايفين. تمام كده خلاص البتنجان صفى الميه خالص. انا صفيتها من الميه تماما، هو نزل طبعا ميه. انا صفيتها تماما من الميه ونشفتها، وهبدا بقى ان انا احطه على الخليط بتاعي، وهبدا اقلبه كده واحده بواحده. يعني لو انتوا هتقلوه مثلا ممكن تعمليه كده في التتبيله دي بس يعني دقيقتين ثلاثه بس كده، عبال ما نحضر الزيت بتاعنا يسخن بتاعي يكون هو شرب كده من التتبيله شويه. تمام كده خلاص نركنه بقى على جنب، ونشوف بقى ايه البقسماط بتاعنا. عندنا بقسماط مطحون او الخبز المكفف لو حد بيتفرج عليا من بره. وهنحط عليه كده رشه من الملح ورشه من الكركم. عاوزين تحطوا توابل تاني عادي خالص. تمام كده خلاص اطلع بقى البتنجان بتاعي صباع صباع كده، وهبدا ان انا اغلفه كويس قوي بالبقسماط دوت. اهم حاجه ان انتوا تغلفوه كويس قوي عشان يتشرب كده معانا بالتتبيله. وبعد كده خلاص بنحطه في البقسماط زي ما انتوا شايفين كده. نكون بقى جايبين الزيت بتاعنا مسخنينه كده رافعينه على النار وخلاص ساخن معانا. نبدأ نرصه كده واحدة واحدة. نخلي بالنا ما نسيبوش كتير، مسافه في دقيقتين ثلاثه بيبدأ ان هو كده يحمر. انتوا عارفين البتنجان بيغمق بسرعة، ف يعني ما نسرحش كده واحنا بنقليه، يعني خلينا كده واخدين بالنا معاه. مفيش يا دوبك بص دقيقة واحدة بدأت أحس إن هو أحمر. الواحدة اللي هتلاقي أحمر بتطلعيها، والباقي كده نقلبه لما ياخد معانا اللون يعني التحميرة كده الحلوة كده، زي لون تحميرة البانيه او لون تحمير الستريبس كده. خلاص كده هو لونه بقى بدأ كده يظبط معانا. هبدأ اطلعه. لو هتعملوا واحدة تاني يعني طاسة تانية بتبدأوا توطوا النار شوية. انا بقى حطيته كده في الطبق، رشيت عليه رشة بقدونس، وكمان عملت دقة حلوة قوي. عملت كده قرن فلفل على فصين توم، على كده يعني ممكن تحطي ليمونه معصوره وتوابل بقى اللي انتوا عاوزينها، ملح كمون. بتبقى بقى تتبيله حلوه قوي. انا عاملاها مع البطاطس الطريقه اللي قلت لكم عليها. يعني بصراحه تاكلوا صوابعكم وراها. حلوه قوي عجبتنا، عجبت الولاد. حاجه كده ما تحسيش بجد ان هي بتنجان. بجد مش هتحس ان هي بتنجان خالص. حاجه كده داخله على بانيه، داخله على ستريبس، داخله على حاجه كده طعمها حلو، يعني حاجه جديده. بصوا شكلها من جوه عامل ازاي. حلو قوي، ليها كفر كده من بره. حلوه قوي. اعملوها على الطريقه ديت ان شاء الله هتعجبكم. هتحسوا ان هي تغيير كده، تعمليها جنب البطاطس، تعمليها جنب اي حاجه جميله. وكمان الدقه ديت حلوه قوي، تتبيله بتوديه طعمها كده في حته تانية خالص. هتبقى الطبق بتاعنا نرش عليه كده. لو عجبكم الفيديو متنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه، واكتبوا لي تعليق حلوه كده منكم ورايكم في الطريقه ديت. واسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.